والله النعاظ نساء المسلمين يلمسون من قبل الكفار، من قبل النصارى عباد الصليب اليهود. هل تعلمون يا أيها الإخوان أن هذه الحرب يهودية صليبية؟ يقاتلون من أجل اليهود. فتاة عمرها 19 سنة مرسلة من قبل المجرم الخبيث بوش، المجرم الخبيث بوش الذي هو سكير للكير، متخلف عقليا. وين الرجال؟ وين اللحى؟ وين الشوارب؟ وين اللحى؟ نساء المسلمين يلمسون من قبل الكفار بحجة ماذا؟ يفتشون حتى لا يكون معهم قنابل. فلا شك يا أيها الإخوان الجهاد واجب، الجهاد الآن واجب، ويجب على حكام المسلمين أن يفتحوا أبواب الجهاد. يا أيها الإخوان هالكفار ابتلونا، جاءوا إلينا في أماكننا. الإنسان الذي يتمسك في دينه يقال إرهابي ومتطرف وما شابه ذلك، يتمسك في دينه. وهم يقتلون ويسفكون الدماء ويعبدون الأصنام ويعبدون الصليب ويقولون ربنا يسوع، وكل هذا ليس بإرهاب، كل هذا كلام جميل. نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك، نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك. هؤلاء كيف يدفعون إلا بالقتال في سبيل الله؟ يا أيها الإخوان نص بعض الأئمة، الإمام الشافعي وغيره صاحب المغني، يقولون يجب على المسلمين أنهم في جهاد الطلب لابد كل سنة يجاهدون مرة، جهاد الطلب يغزون الكفار في عقر دورهم، هذا يجب، ولا يجوز لهم أن يتخلفون إلا للعذر. فكيف بجهاد الدفع؟ يا أيها الأخوان ابن النحاس رحمه الله تعالى، وهو من أفاضل أهل العلم في زمانه، صاحب كتاب مشارع الأشواق، نعم صاحب كتاب مشارع الأشواق إلى دار العشاق أو إلى دار السلام، أو مشارع الأشواق إلى دار العشاق ونحو ذلك، أو مصارع العشاق. هذا من أهل العلم والفضل، لم يزل يجاهد ويرابط في سبيل الله حتى قتل في سبيل الله. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول إذا نزل العدو في بلاد من بلاد المسلمين فإنه يجب على أهل هذه البلاد التي نزل فيها العدو، إن كانوا مثل القوات الكافرة أو قريب من مثليهم، يجب عليهم أن يخرجون. العبد لا يستأذن من سيده، قال والمرأة تخرج بدون إذن من زوجها، قال إن كانت قوية فعليها أن تخرج بدون إذن من زوجها. هذا الذي نص عليه علماء المسلمين. يا أيها الأخوان في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد على وجه الأرض، والآن يأتي إلينا أناس ويخذلون عن الجهاد، يقول لا الجهاد ليس بواجب. إلى متى الجهاد ليس بواجب؟ المسلمين يقتلون، دماؤهم تسفك في الليل والنهار. يا أيها الإخوان نساء المسلمين والله النعاظ، والله النعاظ، لا حول ولا قوة، لا حول يا جماعة. أعراض المسلمين تنتهك، حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا بد من الجهاد في سبيل الله، لا بد على حكام المسلمين أن يقاتلوا في سبيل الله، لا بد أن يقاتلوا في سبيل الله. اللهم فرج عنا يا رب العالمين، اللهم فرج عنا يا رب العالمين، يا رب فرج عنا، لا فرج إلا منك. حسبي الله على حكام المسلمين، حسبي الله على حكام المسلمين، حسبي الله على حكام المسلمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أنت فرجنا ورجاءنا يا رب، اللهم يا رب لا نرجو فرج إلا منك، لا نرجو من الحكام الفجرة يا رب، لا نرجو فرج إلا منك يا رب العالمين. يا رب لا تتركنا يا خالق يا مولاي، يا رب لا تتركنا يا خالق يا مولاي، يا رب فرج عن عبادك المسلمين، يا خالق فرج عنهم، يا رب فرج عنهم، لا تتركهم يا رب العالمين، يا رب فرج عنهم، يا رب فرج عنهم. يا أيها الإخوان طالبوا أهل العلم، طالبوا أهل العلم أخبروهم أن أعراض المسلمين تنتهك. لابد من فتح الجهاد، ننتظر حتى يجون يقتلون ويذبحون. يا أيها الإخوان النصيري بشار الأسد يكون أحسن من عندنا، نصيري
نصلي يكون أحسن من عندنا، يفتح الجهاد وعندنا ساكتين. فهؤلاء ابتلونا يا أيها الإخوان، ابتلونا في عقر دورنا، ما تركوا لنا شيء، ما تركوا لنا شيء. فلا بد من الجهاد. حسبي الله على من منع من الجهاد، حسبي الله على من منع من الجهاد. يا رب فرج عنا.